في ليلة من ليالي ديسمبر الباردة وسط عيلة بتحتفل بالكريسماس اتقالت جملة واحدة هادية كده، جملة عادية ممكن تتقال في أي بيت، بس الجملة دي كانت حكم إعدام. ده الخط الأخير، كلمتين قالتهم أم ل3 أطفال لأخوها وهي مش عارفة إن الراجل اللي قاعد جنبها اللي بيشاركها حياتها كلها فعلا مستعد يعدي الخط ده، ومعاه كل واحد واقف في طريقه. في 4 أيام بس هيتحول الراجل المحترم ده المهندس اللي معاه ماجستير لوحش ما عندوش قلب. 4 أيام خطة محكمة وليلة واحدة دموية هتسيب 3 أطفال يتفرجوا على مقتل أمهم قدام عينيهم، وجد مسكين يموت وهو مستني فرحة أحفاده، وعيلة كاملة تتدمر للأبد. اللي بنتكلم عليه ده مش مجرد جريمة قتل، دي حكاية عن السيطرة، عن الخوف اللي بيستخبى ورا الأبواب المقفولة، عن اللحظة اللي الضحية بتقرر فيها تهرب، واللحظة اللي الجاني بيقرر فيها إن محدش هيهرب منه حتى لو كان التمن دم بريء ودموع أطفال ما عندهمش ذنب. سنة 1986 راجل بولندي اسمه ستانيسلاف وردزيلا عنده 33 سنة قرر يسيب بلده ويسافر لكندا. الراجل ده كان خدم في الجيش البولندي وهو عنده 20 سنة واشتغل في بلاد كتيرة في أوروبا، بس كان عنده حلم انه يعمل عيله في احسن مكان فيه فرص، مكان اولاده يعيشوا فيه حياه كريمه. وصل لكالجاري في مقاطعه البرتا، مدينه في غرب كندا، واتجوز إلينا سنه 1987. وسنه 1991 اتولدت بنتهم انيا، وبعدها بسنه جاء اخوها بيتر. العيله كانت ملتزمه بجذورها البولنديه ومتمسكه بديانتها الكاثوليكيه، وستانيسلاف كان شغال بجد علشان يوفر لولاده كل حاجه. البنت والولد كانوا كل حاجه بالنسبه له، كان بيشتغل بالليل والنهار علشانهم وكان قدوه ليهم في كل شيء. أنيا كبرت كبنت نشيطة محبوبة من كل الناس، اشتركت في فرق الرقص البولندي، غنت في كورال الشباب البولندي، ولما بقى عندها 22 سنة انضمت للكشافة البولندية. البنت دي ما كانتش عادية خالص، كانت بتدرس فرنساوي وتربية، اتخرجت سنة 2013 وبقت مدرسة في مدارس روكي فيو سكولز. الأطفال والزمايل كانوا بيحبوها جدا، وكل اللي اشتغل معاها قال إنها كان ليها تأثير إيجابي على حياة الطلبة والناس اللي حواليها في العموم. وسنة 2018 اتولد ابنها الكبير كازيو، بعدين بنتها كولينكا سنة 2020، وآخر واحد كاتسارك سنة 2022. أنيا كانت بتعشق الجبال وكانت دايما تاخد أولادها يتمشوا في الطبيعة مهما كان سنهم صغير. كانت أم حنونة جدا، مدرسة شاطرة وعارفة هي بتعمل إيه في بيتها كويس. أخوها بيتر كان بيكلمها كل يوم، كانوا بيتصلوا ببعض ويتكلموا او يعملوا مكالمه فيديو عشان بيتر يشوف الاطفال. بيتر قال بعدين لولاها انا ما كنتش هبقى اللي انا عليه دلوقتي، هي ساعدتني قوي في حياتي، كانت بتلمس قلب كل واحد يتعامل معاها. وستانيسلاف الاب الكبير كان بيحب احفاده جدا، وكانت بينه وبين بيتر علاقه خاصه. كل سنه كانوا بيروحوا الصيد ويعملوا تخييم. لما ستانيسلاف كبر في السن وبقى عنده اعاقه وما بقاش يعرف يسوق، بيتر كان بيخطط انه ياخده معاه رحلات حوالين العالم. العيله دي كانت متماسكه، بيحبوا بعض وعايشين في سلام. بس كان في واحد في حياة أنيا ما كانش بيندمج في الصورة الحلوة دي، اسمه بنديكت كامينسكي، اللي كان عنده 38 سنة، مهندس بترول متخرج من جامعة ألبرتا وعنده ماجستير في هندسة البرمجيات. على الورق الراجل ده كان بيبان مثالي قوي، متعلم وعنده ترخيص قانون الحمل السلاح وملوش أي سجل جنائي. بالنسبة لمعظم الناس كان بيبان راجل عادي جدا، محترم وقبل 3 أطفال ومتجوز من 7 سنين وحياته مستقرة جدا. بس ورا الباب اللي مقفول الحقيقة كانت مختلفة تماما. أنيا اتجوزت بنديكت وخلفوا 3 أطفال، بس الجواز بتاعهم ما كانش سعيد خالص. الناس القريبة من أنيا بدأت تلاحظ علامات لو حد انتبه ليها من بدري كان ممكن كل حاجة تتغير. بيتر أخو أنيا وصف بنديكت بعد كده بكلمة واحدة: مسيطر. قال إن مهما أنيا تعمل ما كانش بيكفي بنديكت أبدا، كان بيفتش في موبايلها ويسألها بتكلمي مين، وكان دايما بينتقدها، يحط عليها ضغط نفسي ويتحكم فيها. بس الموضوع ما وصلش لدرجة إن حد يروح يبلغ البوليس، ما كانش فيه أي تقارير رسمية عن عنف منزلي ضد بنديكت. من بره كان بيبان إن هو الراجل المثالي وأب للعيلة، بس أنيا كانت عارفة وكانت ساكتة علشان الأطفال، ساكتة علشان خايفة، ساكتة علشان كانت بتحاول تصلح الوضع. لحد لما جه يوم الكريسماس سنة 2024، اليوم اللي كل حاجة اتغيرت فيه. يوم 25 ديسمبر 2024 يوم الكريسماس، العيلة كلها اتجمعت في بيت ستانيسلاف وإلينا في حي كينورا في كالجاري. كان المفروض يكون يوم فرح، احتفال عائلي وضحك وأطفال، بس اليوم ده اتحول لكابوس. من أول ما بنديكت دخل البيت كان في حاجة غلط. بيتر لاحظ كده وقال بعدين كان في حاجة مش طبيعية فيه. الطريقة اللي أختي بتقطع بيها المخلل مثلا 3 مرات في أقل من دقيقة، وهو كان بيتخانق معاها على الطريقة دي، وكلنا كنا بنقول إيه المشكلة؟ المشكلة كانت بسيطة في ظاهرها بس عميقة في حقيقتها. ابن بنديكت وأنيا كان عايز يقعد جنب جده ستانيسلاف على الترابيزة جنب أبوه. الطفل الصغير اختار جده، والحركة البسيطة دي كانت كفاية إن بنديكت يفقد أعصابه تماما. بيتر بعد كده قال فضل يستفز ابنه وبعدين بدأ يبعد أختي بقوة. أنا كنت قربت أدخل معاه في مشاجرة بالإيد،
والموضوع وصل لدرجة إن بندكت مشى من البيت قبل ما البوليس يتصل بينا. وبعد ما بندكت مشى، أنيا قالت لأخوها بيتر جملة بسيطة بس كانت حكم إعدام عليها وعلى أبوها. قالت له أنا ناوية أسيبه وهقدم طلب حماية ضده، وده الخط الأخير ما بيننا. بيتر قال بعدين أنا بصراحة ما كنتش أتصور إن الراجل ده يعمل حاجة فظيعة زي كده، بس بندكت كامينسكي كان قادر يعمل كده. وفي الأربع أيام اللي جم بعد الخناقة دي، بندكت خطط لعمل وحشي محدش ممكن يتصوره. ومن يوم 25 ل 29 ديسمبر 4 أيام كاملة بندكت كان ساكت، سكوت مش طبيعي. محدش يعرف هو كان بيفكر في إيه بالظبط ولا كان بيخطط لإيه، بس اللي كان أكيد إن الراجل ده كان بيحضر لحاجة. أنيا كانت عايشة حياتها العادية، راحت الشغل واهتمت بأطفالها التلاتة وكلمت أخوها بيتر زي كل يوم. كانت بتحاول تكمل، كانت بتحاول تبقى أم كويسة، مدرسة شاطرة، وبنت بره بأبوها. ما كانتش عارفة إن الساعة بتدق وإن الوقت بيجري والموت بيقرب منها ومن أبوها. ويوم الحد 29 ديسمبر 2024 بدأ يوم عادي جدا. الساعة حوالي 3 العصر، أنيا وصلت أمها إلينا لبيت العيلة في كنورة، وجارة ليهم اسمها ديان لينكولن شافت أنيا وهي بتنزل أمها. ديان قالت بعدين في مقابلة معاها إن عيلة وردزيلا كانت عيلة جميلة وسعيدة، وإنها ما كانتش تتوقع أبدا إن حاجة زي اللي حصلت ممكن تحصل في يوم من الأيام. وبالليل بيتر كان بيبعت رسائل لأخته أنيا، كان الكلام عادي بين أخ وأخته بيتكلموا كل يوم، وما كانش يعرف إن دي آخر محادثة ما بينهم. الساعة تقريبا 9 إلا تلت بالليل، جارة ليهم سمعت صوت زي باب عربية بيتقفل وهي بتتفرج على فيلم، بس ده ما كانش باب عربية، كان صوت رصاصة. والساعة 9:30 بالليل بوليس كالجاري وصل لهم بلاغ عن شخص في حالة طبية حرجة في بيت في منطقة كونورا، بيت ستانسلاف وإلينا. ولما الضباط وصلوا لقوا ستانسلاف وردزيلا صاحب ال71 سنة ميت، كان مضروب عليه رصاصة. إلينا كانت رجعت البيت ولقت جوزها الراجل اللي اتجوزته سنة 1987 أبو ولادها وجد أحفادها الثلاثة الصغيرين لقيته قدامها مقتول. ومع استمرار التحقيقات أفراد العيلة بدأوا يقلقوا على أنيا. الساعة تقريبا 11 وربع بالليل الضباط راحوا لعنوان في حي توسكاناني على بعد حوالي 10 كيلو متر من بيت ستانسلاف وبيت أنيا، وهناك لقوا أنيا كامينسكي اللي عندها 33 سنة ميتة، كان مضروب عليها برضه رصاصة هي كمان. بس الجزء الأفظع إن أطفال أنيا الثلاثة كازيو وكولينكا وكاتساريك كانوا في البيت وقت القتل، شافوا أمهم بتتقتل قدام عينيهم. بنديكت بعد ما قتل مراته هرب من المكان وأخذ الأطفال معاه، وبعدين ساب الأطفال في أمان عند أقارب ليه في منطقة بيربورت واختفى. ويوم الاثنين 30 ديسمبر 2024 الساعة 12 وربع الظهر تم إصدار تنبيه طوارئ في مقاطعة ألبرتا، وباستخدام نظام الإنذار الإقليمي لحالة عنف منزلي كان نادر جدا لما بيحصل، بس البوليس كان عارف إن الجمهور لازم يتحذر لأن كان في راجل خطير مسلح بسلاح ناري في منطقة شمال غرب كالجاري. والتنبيه قال الراجل ده مشتبه فيه بإنه متورط في جريمة قتل مزدوجة حصلت النهارده يوم الأحد 29 ديسمبر 2024 في أحياء كنورا. بنديكت كامينسكي 38 سنة تم وصفه إنه راجل أبيض طوله 6 أقدام، شعره بني ورمادي، لابس قميص رمادي وأحمر وأبيض، ومن المعتقد إنه بيسوق سيارة نيسان 2022 لونها أسود. السكان في المناطق دي اتطلب منهم يكونوا في حالة تأهب، ما تفتحوش الباب لغرباء، ولو شفتوا المشتبه فيه ما تقربوش منه واتصلوا بالطوارئ فورا. والمفتش لي واين من قسم الجرائم الكبرى ببوليس كالجاري شرح السبب وراء إصدار التنبيه. احنا مش عايزين حد يتفاعل مع الشخص ده، احنا بنعمل تقييم للمخاطر في كل مرحلة من التحقيق، ولما بنبدأ نشوف سلوكيات فجائية أو مخاوف بتتزايد بنبص ناحية استخدام الجمهور وتنبيههم للمخاطر. وفي البداية البوليس كان قال إن الجمهور مش في خطر بما إن الوفيات كانت مستهدفة وطبيعتها منزلية وأسرية، بس مع تقدم التحقيقات ولما عرفوا أكتر عن سلوك بنديكت ونمط هروبه التقييم اتغير خالص. المجتمع كان مرعوب في الوقت ده، راجل خطير طليق مسلح بسلاح ناري ويعتقد انه قتل شخصين فعلا. والساعة تقريبا 4 الا ربع العصر البوليس في كالجاري استلم بلاغات عن عربية المشتبه فيه مركونة في منطقة ووتر فالي حوالي من 60 ل 80 كيلو شمال غرب كالجاري، والضباط راحوا للمكان ده بسرعة. ولما وصلوا لهناك لقوا بنديكت كامينسكي جنب عربيته وكان ميت لأنه انتحر. تنبيه الطوارئ تم إلغائه الساعة 44 دقيقة العصر. المشتبه فيه تم العثور عليه متوفي، وعربية المشتبه فيه تم العثور عليها كمان، مفيش خطر تاني على الجمهور. ده كان الإعلان اللي اتقال. حكم الرعب اللي دام 36 ساعة لبنديكت كامينسكي انتهى خلاص، بس بالنسبة لعيلة وردزيلا الكابوس كان لسه بادئ. بيتر وردزيلا اتكلم قدام الناس عن أخته وأبوه وصوته كان منكسر من الحزن، وهو بيقول الموضوع ده كسرني تماما، أنا عارف إن أمي كانت محطمة وعرفت من ساعتها إن الحياة مش هترجع تاني زي الأول لعيلتنا دي أبدا.
في حملة اسمها جو فاوند مي اتعملت بواسطة ديانا وياسكي صاحبة أنيا من الطفولة علشان تدعم أطفال أنيا الثلاثة الصغيرين، وكانت بتقول قلوبنا محطمة إننا نشارك وفاة أنيا وردزيلا المأساوية، أم حبيبة وبنت وأخت وصديقة. أطفال أنيا الأعزاء دلوقتي بيواجهوا خسارة لا تتصور. في الوقت المدمر ده إحنا بنسعى لتوفير الدعم وبنساعد الأطفال دول يتعاملوا مع حزنهم، ونتأكد إن عندهم الموارد والرعاية اللي محتاجينها وهم بيكملوا حياتهم من غير أمهم. الاستجابة للموضوع ده كانت ضخمة جدا. الحملة جمعت أكتر من 341 ألف دولار من هدف 340 ألف دولار. كل الفلوس انتقلت لأنيا وردزيلا مباشرة عشان تساعد في رعاية الأطفال ومصاريف التعلم للأطفال الثلاثة دول. بيتر قال إن هو وأمه إلينا ناويين يتبنوا أطفال أنيا الثلاثة، والطفلين الأكبر اللي دلوقتي بيخضعوا لعلاج نفسي مرة في الأسبوع كانوا ساعات بيسألوا عن أبوهم، بس الأوصياء عليهم كانوا بيحولوا الكلام لأمهم وجدهم تاني. بالنسبة للطفلين، قتل أمهم هيفضل في دماغهم للأبد، بس الأطفال دول كانوا كويسين. وبيتر قال إنه هيسعى ويروح في الإجراءات عشان يتبنى الثلاثة دول رسمياً. ويوم السبت 11 يناير 2025 الجنازة بتاعت أنيا واستنسلاف تمت بالفعل، وبدل الورد العيلة طلبت تبرعات لملجأ طوارئ النساء في كالجاري أو لأي منظمة بتساعد ضحايا العنف المنزلي. اللي حصل لأنيا كامينسكي وأبوها استنسلاف هو كابوس كل عيلة حرفياً. احتمال إن عيد يتحول لخناقة عنيفة، قرار إن ضحية تسيب العلاقة تفضل مسيئة لحد لما تتقابل بأقصى فعل من السيطرة وللعنف. حياتين اتسرقوا مرة واحدة، وثلاث أطفال بقوا يتامى، وعيلة كاملة اتدمرت للأبد. بس القصة دي مش بس عن أنيا واستنسلاف، دي قصة عن كل ست ساكتة خايفة تتكلم، عن كل راجل حاسس إنه يملك مراته ومش شايف إنها شريكته في الحياة، عن كل عيلة شايفة علامات التحذير بس بتتجاهلها وبتقول ده موضوع بينهم وهيتحل بعدين. العنف المنزلي مش بيبدأ بالضرب، بيبدأ بالكلمة الوحشة، بالتفتيش في الموبايل، بالسيطرة على كل تفصيلة صغيرة في حياة الضحية. بيبدأ بالخوف اللي بيتزرع في قلب الضحية لحد ما تبقى حاسس إنها محبوسة ومفيش مهرب. أنيا حاولت تهرب، قالت خلاص كده ده الخط الأخير ما بيننا، بس ما كانتش تعرف إن الخط ده مرسوم بدمها وبدم أبوها. ومن هنا واجب علينا التوعية. لو شفت علامات اتكلم، لو حسيت بخطر اطلب مساعدة، لو عرفت حد في علاقة مسيئة وقف جنبه. الصمت بيقتل، الخوف بيقتل، وأحيانا الانتظار لحد الوقت المناسب بيخلي الوقت المناسب ما بيجيش أبدا. أنيا واستنسلاف راحوا، بس الإرث بتاعهم باقي في الثلاث أطفال اللي سابوهم، في الطلبة اللي أنيا درست لهم، في المجتمع اللي كانوا جزء منه، وفي ذكريات كل اللي حبوهم. وما تنساش إن الصمت مش حماية، الصمت بيكون تواطؤ.